أهلا بكم من جديد في نشرة الليلة. قبل مغادرته بيروت بساعات قليلة التقت الزميلة غنى أميوني عبد العزيز نجم ستار أكاديمي 6 وسجلت معه لقاء حصري تحدث فيه عن حقيقة ضربه وبعض الأمور التي رافقت إعلان فوزه باللقب. عبد العزيز كان يستعد لحزم الحقائب للعودة إلى المملكة العربية السعودية، والكاميرا لاحقته في كل خطواته قبل المغادرة. فلنتابع ما قاله عبد العزيز من خلال هذا اللقاء. أشكركم جميعا والله يبارك فيكم وفي روتانا وفي كل الناس اللي حبت عبد العزيز أو كل الناس اللي فرحت عشاني أنا كعبد العزيز. اليومين اللي راحت كانت تقريبا راحة بالنسبة لي كنوم وكذا، واكذب عليك واذا قلت قدرت انام اصلا الموبايلات شغالة ما شاء الله. هذه ضريبة كلمة منكم واليكم، بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. والله الاتصالات يعني ما مستحيل احصيها، مستحيل، بس انه يعني كثير لدرجة انه مو انا لوحدي، يعني في تجيني اتصالات مثلا من اصحابي وكذا ويقولوا ان الموبايلات عندهم ما شاء الله شغاله 24 ساعه، اخواني اهلي، يعني شيء جدا يعني شيء واو انه مبسوط كثير بهذا الشيء. فعشان كذا اول يوم ما قدرت انام، انه قاعد اقول لا خليني ارد على الناس، متهيئ لي اني ممكن اخلص، وبرضه في نفس الوقت ما ابغى الناس تقول عبد العزيز طلع وصار مغرور، فقاعد احاول ارد هنا وارد هنا، ارد هنا وارد هنا. عبد العزيز لا انتم مو عبد العزيز، لا مو مصدقين، منكم واليكم، اوكي عبد العزيز. حكايه انه ضربه مقصوده هذه لا ابدا. انا كنت تقريبا حاط في بالي انه في احد راح يفوز في النهايه منا احنا الاربعه، بس مين ما ادري، يعني كان املي بالله ثم الناس اللي ساندتني من البدايه الى النهايه كبير جدا، بس برضو ما تعرفي شو ممكن يصير. فعشان كذا كنت حاط احتمالات يعني بتوين 50% 50% هيك وجت 50% الحمد لله. انا لما طلعت النتيجه اوكي كل الشباب التفتوا، انا كنت اخر واحد على لفتي. لما انتهى الموضوع شفت الاعلام السعوديه ارتفعت، على لفتي كانوا الشباب جايين يركضوا يحيى وناصر وكذا، فاكلت الضربه. مين؟ قاضيه والله ما ادري. يحيى اعتذر لي كثير على اساس انه هو، وفي ناس تجيني اتصالات يقولوا ناصر، فانا عادة بس حدا يضربك على منخرك بينزل دم؟ لانه كانت قويه، انا ما عاد شفت، يعني ما عاد شفت، بطلت اشوف قدامي ولفيت على اساس ابغى امسك نفسي يعني توازن او شيء، ما قدرت، فسحبوني الشباب ورحت قعدت على الدرج شوي، لدرجه انه مدام رولا كانت معاه النجمه وتلحقني، يعني انا كنت مستوعب الموضوع، بس سبحان الله كذا يمشي قدامي كذا احس انه في شيء، كيف تحس الدنيا كذا تدور فيك فجاه. وبعدين قبل كل شيء كان في على اعصابي، وانا فيني طبعا سبحان الله دائما اذا كان الجو شوب اوكي واكون بلشت اعرى هيك اكره نفسي، فعشان هيك كنت مبلش اكره نفسي واعصاب، وجتني خبطه. شو اخباركم انتم؟ ان شاء الله طيب. انا بحكم اني امثل السعوديه اكيد جمهوري كان مبسوط لي الحمد لله، وبرضه كان مبسوط لي مو بس اساس اني مثلت الشيء هذا، على اساس انه الحمد لله كنت بصوره لائقه كسعودي وكخليجي وكمواطن يعني عربي، ويعني الحمد لله حسيت اني مثلت العالم العربي بدليل اتصالات العالم مو بس من بلد المملكه العربيه السعوديه، من الخليج كله يعني. هل في طياره خاصه رح تنقلك من بيروت للرياض؟ نعم. من قبل مين هيدي الطياره؟ والله من قبل ناس معينين يعني اوكي، بس هم يحبوا يتحفظوا على اسمائهم هم. يعني مقربين منك؟ لا والله، بس من الناس اللي حبت عبد العزيز اكيد. في نهايه الحوار هذا احب اشكر اول شيء كل اللي ساندوني، لانه لو والله موقفتهم معي ما سويتوا معي اللقاء هذا، والحمد لله على كل حال. واحب اشكر تلفزيون روتانا واقول لهم انا معكم، كونوا معي. عبد العزيز. في هذه الأثناء وصل عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية. غدا سنتابع تقرير خاص من المملكة عن لحظة وصوله.